السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأحبتي في الله، حياكم الله يا كرام. يعني نعتذر أنه بننزل هذه الحلقات في السيارة لقلة الوقت واستغلالا للوقت. إن شاء الله تسأل سائلة، سؤال وجواب. هذه قناة سؤال وجواب، جعلناها للأسئلة المستعجلة. مثلا تسأل سائلة: أنا وقعت في حب قريب لأمي منذ 3 سنوات وهو لا يعلم، وهو رافض فكرة الزواج من كلية، وهو غير متزوج. هل بلزوم الاستغفار سيجعله الله من نصيبي؟ نعم، هذا سؤال وجيه ومهم جدا، وقد يقع الجميع في هذا الباب، انه بيحب واحد ويتمناها لنفسه، او بتحب واحد وهكذا. هل هذا الشيء يغير أقدار؟ نعم إخوتي الكرام، نعم لربما يجعل الله هذا الباب، انه الله شرح قلبك لحب هذا الرجل او انت لتلك المرأة، وأنت لا تعرف كيف السبيل، فجعل الله هذا الباب هو باب توبتك. فلان باب توبته من خلال ديونه وهمومه وضاقت به الدنيا، وهذا باب كمان آخر للتوبة. فكيف لي أن أخبره بهذا الكلام أو أصل إليه؟ وهل ممكن أن يجعل الله هذا الشخص من نصيبي؟ نعم إخوتي الكرام، أول إشي هذا باب فتح الله عليك أو عليك، اسمه باب التوبة. نعم، باب التوبة والتغيير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت يا الله حببك في هذا الرجل، ولكن مش عارفة كيف اتصالي. ساق الله لك قصص المستغفرين، فتريدي أن تتوبي أنت إن شاء الله. يريد الله أن يتوب عليك، لأنه لماذا الاستغفار؟ مش هذا هو هم هذه البنت همها أن تتزوج هذا الرجل، وتريد هذا الرجل لزوجها لها لنفسها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. فإن كان هذا الرجل هو رزق، رجل طيب صالح، سيحترمها ويجعل لها مكانتها باحترامها، فهذا الرزق رزق كل شيء طيب. وإن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. فبالاستغفار أنت إن شاء الله ستتوب. يلا نتصور مع هالمهرة، ما شاء الله يا شباب. اسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد. خليكم على الشاشة الأخرى. نعم، إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. فلربما هذه الأخت محرومة، زرع الله حبها، حب هذا الرجل في قلبها، وهي محرومة أن تصل إليه، وهو كأنه ينتظرها والله أعلم. فنعم، بالاستغفار والتوبة والرجوع إن شاء الله سيغير الله كل شيء ويبدل الله كل شيء، وإن شاء الله سيجعله من نصيبك إن كان فيه فلاح وصلاح. وإن لم يكن من نصيبك سيصرفه الله عنك بأهوان وأبسط الأسباب، ويأتي إليك بمن هو خير منه رغم حبك وانتظارك لهذا الرجل. شان إحنا ما نتفاجأ. نعم، قد يكون من نصيبك إذا كان هو الرجل بيستاهل امرأة تحبه لها 3 سنين تحبه بالخفاء، ما أبدت هذا الشيء. فلا يمكن أن الله لمستغفرة أن يزوجها من رجل قاسي القلب وهكذا. فإن شاء الله يكون وصل فهمه إلكم. استمر يا عمي بالاستغفار، الزم الاستغفار، خذي بأسباب التوبة والرجوع إلى الله، كي لا تكوني في دائرة العقاب، بل تكوني في دائرة القرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني، وأنت تسألي هذا الزوج لله، ولئن سألني لأعطينه، سيعطيك الله هذا الزوج، ولربما يصلحه لك ويأتي على طبق من ذهب إن شاء الله.
واستخيري الله أول شيء يا عمي باستخارة، صلاة استخارة. يا رب إن كنت تعلم إن هذا الرجل هو سيكون زوج قرة عين لي، يعني أعيش مع حياة طيبة وذرية طيبة، فوفقنا في هذا الزواج، وإن كان فيه شر فاصرف عني شره وأتي لي بمن خير منه. فهمت يا عمي؟ أنت لا تدري، احنا كلنا في بعض الأحيان كنا نريد شيء، ولكن عندما يتدخل الله يأتي لنا بأفضل منه بكثير، وإن كان هو الأفضل سيأتي به بذاته. الله يحييك يا عمي. نعم، جعل الله لنا سبل ليستجاب دعاءنا. لا يستجيب الله لنا ونحن مصرين على المعاصي ونحن بعيدين، فيزرع الله في قلوبنا. أنت زرع في قلبك حب هذا الرجل، وفلان زرع في قلبه منصب يريد أن يصل إليه ولا يستطيع، وفلان زرع في قلبه حب السيارات ولكن لا يستطيع إليها، وفلان يريد أن يشتري عقارات، كل الذين من حوله يشترون عقارات إلا هو، فيريد هذه العقارات ولكنه لا يستطيع شرائها، كله من باب العقاب. ولماذا؟ هناك في تقصير معين في جنب الله. فعندما نتوب إلى الله سيرفع الله ويغير، سيبدل الله ويأتي لنا بالأفضل، وإن كان هو الأفضل ستريه عريسا لك إن شاء الله. نحسن الظن بالله بعد التوبة والرجوع. نعم. سبحان الله. سأتكلم عن موضوع مهم جدا ترقبوه، عن الظلم والقصاص من الظالم. كيف يكون القصاص من الظالم، ومن يستحق أن يقتص له الله من الظالم؟ يعني هل للمظلوم دعوة مستجابة، لكن متى يستجيب الله لهذه الدعوة؟ لماذا نرى أن الظالمين يقصفون ويقتلون ويشردون ويدمرون، ويمدهم الله ويمدهم الله ويمدهم الله، ولا ينتهي هذا العقاب وهذا العذاب؟ لماذا وأنا كمظلوم، كإنسان مظلوم لي دعوة لا ترد، لكن الله لماذا يؤخر هذا الظالم؟ لماذا لا يقتص الله من هؤلاء الظالمين الذين سلبوا الأراضي ودمروا وقتلوا وهجروا وفجروا وعملوا أشياء يعني سبحان الله تندى لها البشرية، ولكن لا زالوا يتمتعون بقوتهم وأموالهم وصحتهم. لماذا لا يستجيب الله؟ نعم، أنا هذا باب من أهم الأبواب عشان تعرف كلام جدا مهم. ترقب هذه الحلقة قريبا إن شاء الله على قناتي، على ربما طبعا القناة المركزية هذه قناة سؤال وجواب، وهناك القناة المركزية التي هي الأساس، فيها أكثر من 310,000 متابع الحمد لله رب العالمين. عشان نفهم أمور ديننا، لماذا نحن ضايعين ولا نهتدي سبيل، وندعو ويقول لنا ادعوا وأنت موقن في الإجابة، ندعو ونحن موقنين في الإجابة ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا شيء. لماذا؟ كل هذا إن شاء الله سنجيب عليه بإذن الله تعالى تباعا. وأول باب هو باب الاستغفار. الزم يا عمي الاستغفار، الزموا الاستغفار، أكثروا من الصدقات، توسلي إلى الله بعمل صالح يا بنيتي. اسأل الله يا رب إن كنت تعلم إن هذا الزوج خير لي أني أتزوجه فاجعله من نصيبي، وأكثري إن شاء الله في غبرنا وفي ما شاء الله تبارك الرحمن. لك شوف الغبرة يا الله سبحان الله، هاي السيارات نقمي على الغبرة. طيب أنا أقول إن شاء الله هنا ننتهي. تتوسل يا عمي بعمل صالح إلى الله أن يعطيك الله مسألتك في هذا الزوج. يعني تروح تعمل عمل صالح ثم تسأل يا ربي إن قبلت هذا العمل فأعطيني مسألتي. هنا سكرنا البوابات. جاهزين احنا للشتاء ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد. ما شاء الله تبارك الله. تعال البوابه، بوابه مسكره. خلوكم معي شوي. تعال البوابه.
بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وإذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسكر بوابه. نعم إن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لما نتوب إلى الله ونقبل على الله، وأول مفتاح هو مفتاح الاستغفار طلبا لهذه المغفرة، لأن الذنوب حالت بيننا وبين استجابة الدعاء. لما نتوب إلى الله الله سيغير كل شيء كل شيء. الموضوع مش انك تروح تصلي وتصوم، مش الفرائض، الفرائض ما بنتكلمش عن، بنحكي عن النوافل. تصلي وتصوم وتحج وانت لا زلت مصر على الذنوب لا تعرف الله. شدوا حالكم، الزموا الاستغفار، اتركوا هذه الذنوب التي تحول بين جمال الحياة. الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.